بيتزا المستعجلين هنعملها بقى النهاردة بدون دقيق، بدون اي ادوات كهربائية، بدون كمان خميرة، بدون عجن وبدون فرد، بدون اي حاجة انت ممكن تتخيليها، وهتعملي احلى بيتزا ممكن تاكليها. عايزة اقولك دي فطيرة البيتزا يا جماعة. بدون كمان لحوم وبدون فراخ. طبعا تقدري تعمليها بكده، بس النهاردة انا حبيت اعملها لكم يعني لفطار خفيف، لعشاء خفيف. يلا بقى لو انت لسه متجوزة جديدة وعايز تعملي كده حاجة سهلة وسريعة، يلا ابدأي اعمليها. بص عايزة اقولكم تحفة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلي الجرس يوصلك كل جديد، وعلى عجب الفيديو شاركيه مع اي حد من حياتك عشان الكل يستفيد. بينا نسمي بالله. ومعايا بقى كده طبق وهحط بقى فيه وحدتين كده من الفلفل الرومي، ومعاهم كمان نص واحدة من الطماطم، ومعلقة كبيرة او معلقتين من الزيتون المتخرط صغير، وكمان معايا كده جبن مشكلة، واحط كمان معلقة كبيرة كده من الجبنة الفيتا. ومعايا ده تركي مدخن او روز بيف، تقدري تحطي بسطرمة، تقدري تحطي لانشون انتي مثلا تكوني عاملاه في البيت، او اي حشو انت عايزاه. هنبدا بقى ناخدهم كده على طبق كبير عشان بس اعرف ان انا اقلبهم كويس قوي، وان الجبنه كده اللي هي الفيتا دي تبدا اللي هي تخش معاهم كده وتندمج معاهم مع بعض. وزي ما قلتلك تقدري تشيلي او تحطي الحشو ده بتاعك، يعني تقدري تشيلي حاجه انت مبتحبهاش او تحطي حاجه انت بتحبيها. معايا بقى كده طبق حطيت فيه بقى معلقتين من الزيت مع معلقتين من السمنه او معلقتين من الزبده، وهبدا بقى احط عليهم نص كوبايه كده من اللبن. والسر بقى في كله يا جماعه هو نص معلقه بيكنج باودر. هنبدا بقى ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعض، ومجهزين بقى صينيه كده مقاس 30 او اكبر صينيه بيتزا عندك، هي بتبقى هي المقاس ده. وانا هبدا ناخد بقى معايا كده، ده يبقى جلاش اهم حاجه يكون صابح ويكون طري معايا. هبدا بقى اخد وحدتين منه كده، انا بين كل طبقه وطبقه يعني هاخد كل طبقه فيهم هتبقى عباره عن وحدتين من الجلاش. فردت كده اول واحد زي ما انتم شايفين، وخليت الاطراف من بره. اهم حاجه اثبت الصينيه كده من الحروف يعني تثبتي كده الجلاش يكون قاعد كويس جدا في الصينيه. وبدات اخد بقى كمان وحدتين تاني عملتهم مربع كده عشان اتقل بيهم النص اللي هو اهم حاجه في البيتزايه او فطيره، يعني الفطيره بتاعه البيتزا زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اخدها عكس عكاس، اهم حاجه تكون كلها متساويه، يعني ما تخليش كلها مثلا جايه من ناحيه واحده بس طالعه من بره، لا هبدا اخدها مره مثلا تعملي كده، يعني مره تطلعيها مثلا من الناحيه دي ومره عكسها، عشان تبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده كلها، تبقى الدوران كله مظبوط معاكي. وزي ما قلت لك بين كل طبقه وطبقه او بين كل وحدتين ببدا ان انا احط من خليط اللي هو السمنه مع اللبن مع البيكنج باودر. ده مهم جدا عشان يخليكي معاها هشه وحلو قوي. حطيت بقى كده الحشو، وبدات ان انا بقى اقفل تاني اللي انا كنت مفتحاه، اللي هي الحروف زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بردك ان انا اخد منه الخليط اللي هو التوريق عليهم بردك عشان يخليها بقى تورق وتبقى حلوه قوي. هنبدا بقى زي ما قلت لك اللي احنا نقفلها. طب حد ممكن يقول لي طب بعد ما نقفلها هنعمل ايه في النص؟ هتشوفي، كملي معايا بس الفيديو واصبري بس يا عسل، وانتي هتشوفي بس احنا هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده بقى تبدأي ترجعي بقى وحدات الجلاش زي ما انتي مثلا حطيناهم في البداية واحدة بواحدة، تبدأي بردك ترجعي كده واحدة بواحدة بردك. وبين كل طبقة وطبقة تبدأي اني بردك تحطي من الخليط زي ما انت شايفة كده. بعد ما هنرجعهم بقى خالص نبدأ بقى اللي احنا نقفل كده بقى الحروف كده على جوه، عشان انا مش عايزة الحروف دي بقى تتحرق معايا، لا انا عايزاها تكون فطيرة فطيرة او بتزاية بتزاية. وهبدأ بقى ان اخد واحدة كده بردك زي ما قلت لكم الواحدة دي عبارة عن اتنين يعني. بدأت ان انا اخدها عملتها بردك زي نظام الظرف او زي مربع كده وحطيتها في النص. وبعد كده اخر طبقة بقى انا بسيب في الاخر يا جماعة طبقتين، طبقة بحطها زي الظرف زي ما انتم شايفين كده، والطبقة التانية باخدها بقى ابدأ اقفلها على الفطيرة كده من تحت، يعني هاخد الجلاش كده معايا وابدأ ان انا اقفلها. اخد الجلاش يعني اقفله من تحت. يا رب تكونوا فاهميني. ومعايا بقى اللي هيخليني بقى طعم البيتزا حلو قوي، دي صلصة البيتزا اللي هي عبارة عن معلقة من الصلصة مع معلقة من الكاتشب، عليهم رشة كده من الزعتر، رشة من توم بودرة، رشة بصل بودرة، رشة من الفلفل الأسمر. وبلاش ملح يا جماعة عشان طبعا انتي هتحطي جبن، ولو عايزة رشة ملح براحتك بردك، بس أنا بس حبيت أفكركم لو هتحطي جبن بلاش ملح. المهم نبدأ إن احنا بقى ندهنها كده بالظبط نفس الطريقة بالظبط بتاعة البيتزا. دي صلصة البيتزا اللي هي السريعة كده. ومعايا بقى كده فلفل تبدأي بقى إن انتي تزوقي بيه، تقدري تحطي فلفل ألوان، تقدري تحطي فلفل حراق. ومعايا بقى كده زيتون زي ما قلتلك الحشو ده بتاعك. ممكن ما حد ما يحب الزيتون تقدري تشيليه طبعا، دي حاجة ترجعلك. ومعايا كمان بقى كام شريحة كده بردك من الطماطم. اهم حاجة التقطيع ده ما يبقاش تخين، تكوني التقطيع ده يكون رفيع، وده الاحسن في البيتزا. زي ما انتم شايفين كده بجد شكلها حلو قوي، وبجد كل اللي هيجربها هيعجبه جدا.
زي ما انتوا شايفين برضك كده انا اديتها برضك رشة كده من الجبن المشكلة، تقدري تحطي جبنة رومي بس، ودخلتها بقى على فرن درجة حرارة 220، هتقعد معاكي بالظبط ربع ساعة وتطلع معاكي احلى بيتزاية ممكن تكوني كلتيها. طبعا هي اصلا طرية طالعة، مش يعني مش طرية قوي. طبعا لو هي بقى انت بتحبيها تكوني مقرمشة ما تغطيهاش، لو انت بتحبيها تكوني طرية شوية كده من بره، من بره ومن جوه يعني، تقدري ان انت تغطيها بعد ما تطلعيها على طول لمدة بس 10 دقايق، وبعد كده خلاص شيلي خلاص الغطا اللي انت حطاه ده، تطلع معاكي بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم بجد طعمها وهمي، حلو قوي لفطار كده لعشا خفيف. يلا بقى لو انت لسه متجوزة جديد يلا بقى جربيها وادعيلي دعوة حلوة ان شاء الله، لو جربتيها انا واثقة ان هي تعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.